حيهم مرحبا ومسهلا. حيا الله يا منجا. ماجورين يا رجال. الله حيهم. حيا الله يا منجا. انتوا اهل الحفل وانتوا المضيفه وانتوا كبارنا، والله يحييكم. تفضلوا. مسلمين مشاركين في هالمناسبه الطيبه، الله يعيننا وياكم. الله يحييك. يا مرحبا يا بس. يا مرحبا يا بس. ارحبوا يا رجال. الله يحييهم. مرحبا ومسهلا. وصالة هذا المكان مسلمين ومشاركين معكم بحفلكم، والله يدلنا ويدلكم. الله يحييكم. مرحبا ومسهلا. عدوا اخباركم، شرفتونا، والله يحييكم جميعا. مرحبا ومسهلا. الله يحييكم. حياكم الله. ان شاء الله. الله حيهم. كيفك يا رب؟ سلام. طيب. كيفك؟ سلام. طيب. مبروك ما سعيتوا فيه. كما شايفوا فيه. يحييكم وشعلومكم. يهديكم. يحسن الله وإياكم. ملبين دعوتكم. ما به شمل العلوم. الله يحييكم. ولا منكم. الله يحييكم. لا يرضي الله ولا بعلم. مرحبا ومسهلا. الله يحييك. الله يحييك. سلامة. كيف؟ طيب. الله يحييك. السلام عليكم. مرحبا. الله يبقيك. السلام عليكم. سلام تحية. سلام طلع خيرك. طيب. السلامة. من حالك؟ يا مرحبا وسهلا. يا حيهم. حيهم. هلا والله. السلام عليكم. مجرين جميع. الله يبقيك. الله يبقيك. كيف؟ طيب. الله يعافيك. السلامة. الله يحييكم. مرحبا يا رجال. الله يحييك. السلام. مرحبا. مجرين. الله يعافيك. سلام.
بس ما له الله. ارحبوا الله يحييهم. عليكم السلام. ارحبوا والله حيهم. الله يبقيك. ما تبغى حنا. كيف؟ طيب. وجري السلام. الله يحييهم. شعلوكم يا ابو حمد. الدين بقى وشوف الدين على حضرتكم انا جايين عليه خبر دعواكم تشوفونا ما تشوفون ولا منكم. ها الله لا بحل. فضلتوا هذا ارحبوا ارحبوا الله يحييهم. الله كي مرة واحدة موجود السلام. الله يحييك. ابن حسين ارحب. ارحبوا الله يحييهم. الله يحييهم. السلامة وش الحال يا رب؟ باك صدق حضراتكم شايفين الطيب ولا منكم؟ الله يحييهم. ارحبوا يا مرحبا يا مسهلا. عليكم السلام. الله يحييهم. كيف الله حي السلام عليكم. معك السلام عليكم. الله يبقيك وسلم. الله يبقيك. سلمت طافي كيف؟ طيب. رجل جميل. شلونكم؟ سلامتكم سلامة. قصدنا الله وياكم ما ماشيين من العلوم. الخبر. الله يحييكم ويوفقنا وياكم. الحقيقة احنا الليلة حاضرين ومشاركين المهندس جابر بن سمعان الله يصيب وكيل أمان، ونيابة عن سعادة الأمين المهندس صالح الغامدي ومنسوبي الأمانة. نبلغكم سلامهم وتحياتهم وتبريكاتهم ونقول سالم الله يوفقه ويعينه مشكور على ما قدمه للمنطقة من خدمة. الله يحييك. السلام عليكم. سلام تحية. حياك الله. سلام طيب فيك. كيف أنت؟ طيب. سلام طارق كيفك؟ طيب. الله يعافيك. السلامة. وش الحال يا رب؟ اللي تبقى منا على داعي الله وداعيكم لحظاتكم مباركة. تشوفونا ما تشوفون باس. ولا منكم؟ وش حالكم جميع؟ عساكم طيبين. الله يطول عمار ويسلمكم ان شاء الله. السلام عليكم. الله يحييهم. الله يبقيك. كيفك؟ سلم. كيف؟ وجري. الله يعافيك. الله يسلمكم. وما جريت. السلامة. شعلوكم. عفاكم. بنسدنا لحظاتكم تشوفونا ما تشوفون باس. الله يحييكم. والله منكم. شفاكم على رأي الله ولا بعد فضلكم. الله يحييكم. الله يحييك. سلام نظر. Go!
يحييكم. مرحبا الوف، الله يحييكم، ساعة طيبة. يلا حيهم. كيف انتم يا رب؟ سلمت. طيب. كيف انت؟ سلمت. طيب. كيف انتم يا باقيين؟ سلمت. طيب. كيف؟ سلمت. ولا تنقدون يا باقيين. ما جرى. الله يحييكم، وش علومكم؟ جامعنا عنكم، مطر في دياركم، قاصدين وياكم ما بالله الخير. الله يحييكم. عفاكم على رأي الله ولا بعلم قلت الله يحييكم. الله يحييكم. الله يحييكم.
قال مرحبا والضيف نكرم جنابه، يسبق العود العتيق الدلال، من وفى في موطنه يحتفى به، نفتخر به وارحبوا يا رجال. سلامتكم. ارحبوا مرحبا هي مرحبا الوف، الله يحييكم والساعة الطيبة. الله يحييكم جميع. أبو حمد المهندس سالم وربعه وأخوياه اللي حضروا معه المحتفى به وربعه، مرحبا ومسهلا. ومدراء الإدارات الحكومية الله يحييكم وشرفتونا. المقاولين ومدراء الشركات اللي معنا الله يحييهم شرفونا، وزملائنا من الإدارات من الأبها ومن جميع الدوائر مرحبا ومسهلا. نرحب بكم باسم أخويانا أهل إدارة كهرباء نجران، مرحبا بالجميع. ونبدأ إن شاء الله برنامجنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلاة وسلاما على نبي الرحمة محمد بن عبد الله، الذي علمنا كيف نكون قدوة حسنة في العمل والوفاء، وترك لنا إرثا من القيم والمبادئ. سعادة نائب رئيس التوزيع وخدمات المشتركين بالجنوبية المهندس عبد الرحمن السلولي، أصحاب السعادة، ضيوفنا الكرام، السادة الحضور، الزملاء الأعزاء، نحييكم بأطيب التحايا وأجمل الكلمات، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم جميعاً في هذه الليلة المباركة التي يقام فيها تكريماً لرجل أفنى سنوات عمره في خدمة وطنه وفي خدمة المواطن والمقيم، نذر نفسه وجهده ووقته من أجل تحقيق النجاح والتطور في مجال عمله. إننا اليوم نحتفل بتكريم سعادة المهندس سالم بن حمد آل دغفان، مدير إدارة شركة كهرباء بنجران سابقاً، الذي نال هذا التكريم عن جدارة واستحقاق بعد سنوات من العطاء المتواصل. يعد سعادة المهندس سالم آل دغفان مثالاً للتميز والإخلاص، فقد كرس سنوات طويلة في خدمة هذا القطاع الحيوي تحت ظل قيادة حاكم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير عراب الرؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ومتابعة مستمرة من أمير منطقة نجران صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد آل سعود، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز آل سعود، حفظهم الله جميعا، حيث أسهم بإبداعه وجهده في تحسين مستوى خدمات الكهرباء في نجران. وها نحن اليوم نحتفل بما قدمه من إنجازات تظل شاهدة على تفانيه في عمله واهتمامه بأدق التفاصيل. أيها الحضور الكريم، في بداية هذا الحفل الكريم دعونا نستهل بالاستماع إلى آيات من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيها الحفل الكريم، كما استمعنا إلى كلمات الله عز وجل، نبدأ الآن في تقديم كلمة وتكريم من شخصية شهدت عن قرب
من إبداع وإنجازات سعادة المهندس سالم آل دغفان. نترككم مع كلمة لسعادة المهندس عبد الرحمن السلولي نائب رئيس التوزيع وخدمات المشتركين بالجنوبية، ليشاركنا بعض اللحظات التي جمعتهما خلال سنوات العمل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سعادة المهندس سالم بن حمد آل دغفان، الشيخ مهدي بن كزمان، والشيخ هادي بن معجب، والشيخ مليدان بن علي، والشيخ سالم بن قوشع، والشيخ محمد بن خضير، سعادة الإخوة مدراء الدوائر والإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، سعادة الإخوة ملاك ومدراء شركائنا المقاولين، سعادة الإخوة مدراء إدارات الكهرباء في القطاع الجنوبي في عسير وجيزان والباحة، وفي شؤون المشتركين وهندسة التوزيع، والزملاء بقية أعضاء الهيئة الإدارية بالقطاع الجنوبي. أرحب بكم أيها الحفل الكريم في هذه الليلة المباركة، أجمل ترحيب. وفي هذه الليلة نحتفي بتكريم المهندس سالم بن حمد آل دغفان، وهو رجل خدم وطنه لأكثر من 27 سنة من خلال عمله في الشركة السعودية للكهرباء. عمل في مجال خطوط نقل الطاقة، فعرف طبيعة عمل شبكة النقل، ثم انتقل للعمل في التوزيع في عدد من مكاتب خدمات المشتركين في عسير وفي نجران، وانتهى به المطاف مديراً لإدارة كهرباء نجران، حيث عمل بدون كلل لتطوير شبكة التوزيع في منطقة نجران وتحسين مستوى الخدمة الكهربائية فيها. وقد قام بقيادة فريق الشركة لتقديم كامل الدعم لقواتنا الباسلة في الحد الجنوبي منذ توليه إدارة الكهرباء حتى ترك المنصب. أكمل المهندس سالم المدة النظامية للتقاعد، ثم خرج، وبخروجه فقدت الشركة السعودية للكهرباء قائداً تميز بالكثير. تميز أبو حمد بالحكمة في كل المواقف التي مرت بها الشركة في هذه المنطقة. تميز أبو حمد بالهدوء والرصانة في التعامل مع المواقف المختلفة، الأمر الذي جعله يحوز على ثقة كل من تعامل معه. تميز أبو حمد بالإتقان وسرعة الاستجابة في الأحداث الطارئة. ولعلي أذكر هنا موقف حدث بيني وبين المهندس محمد آل عتيق مدير إدارة خدمات المياه بشركة المياه الوطنية بنجران، حينما كان المهندس محمد مكلفاً على إدارة كهرباء جازان، حيث كان مكتب خدمات الكهرباء في مدينة صبيا بجازان من أكثر المكاتب التي توجد بها تحديات كثيرة في الفاقد
وفي القراءات وفي المديونية، فقمت بالاتصال عليه، على المهندس محمد، وسألته: هل ترغب في عوين لك بالمنطقة في جيزان؟ ما رأيك بالمهندس سالم بن حمد آل دغفان؟ نكلفه على مكتب صبيا. وكان المهندس سالم في حينها مديرا لمكتب خدمات الكهرباء بمدينة نجران، فكان رده: وأين أجد أفضل من سالم؟ نعم العوين أبو حمد. هذا كلام المهندس محمد، وهذا دليل على سمعة الأخ سالم وإتقانه وإجادته للعمل في كل المواقف. فقمت على الفور بعمل الإجراءات اللازمة لتكليفه على مكتب صبيا بجيزان، وقد أنجز أبو حمد المهمة باقتدار خلال فترة التكليف هذه. لقد مرت أحداث كثيرة على الشبكة الكهربائية في نجران في مواقع مختلفة أثبت فيها المهندس سالم أنه على قدر المسؤولية، واصل العمل فيها في الليل والنهار حتى استقرت الأمور، وضمن استمرار الخدمة الكهربائية المشتركين في كل أنحاء منطقة نجران. ختاماً أقول للمهندس سالم: شكراً لك على كل ما قدمت لوطنك ولمنطقتك، وشكراً لك على ما قدمت للمواطنين في هذا الجزء من الوطن، وشكراً لك على ما قدمت للشركة السعودية للكهرباء من أعمال. أسأل الله لك أن يبارك لك في عمرك وفي أهلك وولدك، والسلام عليكم ورحمة الله. حفلنا المبارك ننتقل وإياكم إلى لحظة مميزة، حيث سيشاركنا أحد موظفي شركة الكهرباء السعودية بنجران بقصيدة شعرية معبرة عن مشاعر التقدير والامتنان لهذا الرجل المخلص الذي عمل بكل إخلاص، مع الشاعر أحمد بن مهدي آل عسلان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير الجميع. أول شيء نيابة عن نائب رئيس التوزيع وعن زملائنا في شركة الكهرباء نقول الله يحييكم ومرحبا ومسهلا. القصيدة جزء من مشاعرنا اتجاه الوطن واتجاه أبو حمد المهندس المخلص، وهي شيء بسيط من اللي في خطرنا له وللوطن. بسم الله جل الله تعالى عن التشبيه، يا كم ليلة قد سر قلبي ولا ضره، ما رديت كفي من ورا جنح ليل أدعيه إلا قد كفوفي من عطاياه مخضره، ما رديت كفي من ورا جنح ليل أدعيه إلا قد كفوفي من عطاياه مخضره، تحت رحمته جملة عباده وبين يديه يصير الكبير الشامخ أصغر من الذرة، يصير الكبير الشامخ أصغر من الذرة، هو المنعم اللي عزنا في كنف موصيه وعز الوطن من رحمته بحره وبره. وانا والقصيدة مثل دلو مع ساقيه لو انه يشك ما هو بعد ما جره، وانا والقصيدة مثل دلو مع ساقيه لو انه يشك ما هو بعذب ما جره، وقصيد المنابر قد لي سنين ما دانيه، لكن مثل ذا المنبر علي واجب أبره، غدت بين حب الدار والمخلص وطاريه وكلمة وداع عذبه وفكرة حرة، يزين المديح اللي يعنز على راعيه، يزين المديح اللي يعنز على راعيه دوا روح والعين النشامة هو القرة، على ذكر سالم بن حمد جعلني ما بكيه تزين القصيدة كلها وتغدي دره، على ذكر سالم بن حمد جعلني ما بكيه تزين القصيدة كلها وتغدي درها.
أحط المدايح تودر بالقدا وجيه، وصوت الكلمات الثنا فيه، وتبره وفي الصعيد المهني فارق، ويعليه الإخلاص وإصرار الطموحات والكرة. يحب النجاح، تقول كان النجاح أخيه اللي من غلاته كل ما جاب لها سرها. إذا النوم سلى بالفتى كل ما يبغيه، فهو ظني إنه صادق النوم ما مره. إذا النوم سلى بالفتى كل ما يبغيه، فهو ظني إنه صادق النوم ما مره. وهو لي وقف مسيرة نجاح وذكر وافي، جعل شانيه فدا وقفة لأجل الوطن فيها ما اغتره. وهو لي وقف كم هقوة قد تعلت فيه، ولا قد مشى ما أكثرهم اللي على الجرة. وراك يا أبو حمد. وهو لي وقف كم هقوة قد تعلت فيه، ولا قد مشى ما أكثرهم اللي على الجرة. يسهل علينا المدح والمدح ما يخطيه، مزايا الكريم أوضح من النور في الحرة. اسنافي ومن باب الوفاء في اللي يخاويه، اللي خابره يشهد على القول ويكره. لذلك سلام الله عليه وعلى طاريه، اللي من صنعها روح الأمجاد مسترة، وختمانها ذكر الله اللي على راجيه من العطف ما يستوقف أيامها المرة. هل الشعر والشيوخ الأدب عندهم تنزيه لصوت البلاغة، وإما صاحبها جره. وأنا أحب أقول اللي ضميري علي يمليه، وخص المديح اللي علي خيرها وشره. ومن للقصيد اللي نعيده على باغيه لدى القصيدة، أمن للقصيد اللي نعيده على باغيه، وذي مستعد أعيدها لو 100 مرة. وسلامتكم. أيها الحضور الكريم، حفلنا المبارك نستمع الآن إلى قصيدة أخرى تهدف إلى التعبير عن الولاء والانتماء لهذا الوطن العظيم الذي أفنى فيه هذا الرجل سنوات من عمره في خدمته بكل تفان وصدق وإخلاص، مع الشاعر محمد بن عبد الله الشرمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير. أما حضرنا حضورنا يرفع الهامة، ولا جلسنا حرارا في مراقبنا. صلوا على نبي الله. الوطن مهما قلنا في الوطن لن فيه، وحنا جنود الوطن في هذا المكان وكل مكان. عقب بان الصباح وشعشعت شمس الضحى بالنور، تجلى الحق وسبور الظلام أقفت ركايبها، وفزت من مرابط الفكر نفاحة الديجور. عصامية معان لا بد الواجب بديت بها، تهوم المستحيل وتستبيح الخايع الممطورة، وتارد ريهجان القاف وتعلل مشاربها. وانا شاعر ولي مبدأ ولي وقفه ولي منظور، ولي عشق يطاول كل نجمه في مراقبها. على حب الوطن يات الشعور أجمل من أي شعور، وعلى حب المليك أرواحنا ترخص ونجلبها. بسلام الله سلام العز لك يا الحاكم المنعور، يا فخر الدار يا عز العروبة وانت عاربها، يا سلمان الحزم والعزم أبا الظفرات والمذخور، يا سلمان الحزم والعزم بالظفرات والمذخور، يا سيف الحق واهل الشر لعالة تأدبها. على اهل الخير خير وللأعادي سم يفري الزور، وعلى شعبك مراهيشا من كفوفك سحايبها، وعضيدك صانع المجد العظيم مدلها المقهور. حفيد معزي اللي نادرة العزة جاكبها، أساطير الفخر تاقف لابو مشهور هالمشهور، رقاب المملكة واعظم شعوب الكون وكبها. أساطير الفخر تاقف لابو مشهور هالمشهور، رقاب المملكة واعظم شعوب الكون واكبها. وحنا بمره نسوق العزايم لين ترد الغور، وعلى امرك سيدي تامر وبنسخر لك صعايبها. تغذينا الولاء من عادنا بأول 3 شهور، وحفظنا العهد لملوك رفع ربي مراتبها. تغذينا الولاء من عادنا بأول 3 شهور، وحفظنا العهد لملوك رفع ربي مراتبها. تلاحمنا ولا خنا الأمانة في نهار الجور، وقسم بالله يا أرض
ربتنا ما نبور بها، تكاتفنا على الطاعة ولا طعنا ردي الشور وتنحرنا العدا لين العدا خابت شواربها، نفج نحور عدوان الوطن برصاصنا المذعور، ومزامير القشر لا زمرت دسنا غواربها، نبيع أعمارنا يوم الملاقى وصدور تفور، ولمرك سيدي الأرواح ترخص دون واجبها، بعدها للزعامة دور وللرجال المواقف دور، ونجد ننجبت أحرار روس في مراقبها. يا ابو عبد العزيز الله يعزك، يا صليب الشور يعون اللي نصاك من السنين ومن متاعبها، يا نبراس العدل وجه الرضا والماقف المذكور على حد الوطن، في ساعة غيرك يجنبها، وقفت ولا غرابة وانت زي زوم الوعى المنغور، وقفت ولا غرابة وانت زي زوم الوغى المنعور، مواقف كالبطولية من اجدادك مناتبها، يا راعي الاجرب اللي ثبت الحكم وتعلى الطور، محنية شذرته من شربة زمت مناكبها، ونايبك الكريم ابن الكريم الوافي المخبور، عليه تليق جزلات المعاني يوم رتبها، يا بن هذلول يا بحر الكرم يا سيدي مشكور، على ما قدمت يمناك من طيبك مخضبها، سجاياك الحميدة يا سمو الفخر مثل النور، عليها يسري الركبان والتايه يدلبها، أقوله والسلام ختام كاف بابتداء النور، وصلى الله على خير البشر واطيب مناسبها. سلامتكم وطولة عماركم. حفلنا المبارك ننتقل الآن إلى فقرة ممتعة وثرية، حيث نعرض لكم فيلما وثائقيا عن مسيرة سعادة المهندس سالم بن حمد آل دغفان، يروى فيه أبرز محطاته المهنية وتفاصيل إنجازاته التي ما زال أثرها باقيا في أرجاء هذه الشركة العريقة. منذ فجر البدء والإصرار مشكاة الفلاح، وسبيل الفوز مقرون بآيات الكفاح، ورؤى الآتي امتدادا للتفاني، وبمقدار العطاءات ستأتينا الأماني. مر على منطقة نجران أناس لا بد وأن يقف التاريخ عند عطائهم إجلالا واحتراما، فما أعظم أن نتخذ الوفاء شيمة وخلقا نزين بها أعمالنا، وننقش بها كلماتنا، ونعطر بها مواقفنا. إذا ظهر المتميز التففنا حوله، نرد له جميل فعله، نتعلم من تجاربه وننهل من خبراته. وفي هذه اللحظات الخالدة نوجه كل آيات المحبة لرجل قدم لوطنه الكثير، كان علما في مجال تخصصه، قدم زهرة شبابه، عربون محبة لوطن العطاء، من خلال سيرة متميزة في مجال الكهرباء. إنه المهندس سالم بن حمد آل دغفان. بدأ المهندس سالم تعليمه في مدرسة المعتصم الابتدائية عام 1399 للهجرة، ثم أكمل المرحلة في مدرسة الأخدود، وكان شغوفا بالعلم منذ صغره، وكان مدير المدرسة الأستاذ صالح بن برمان شاهدا على تفوقه. المهندس سالم حمد دغفان أبا الحارث كان من طلاب مدرسة الأخدود، وكان طالب نموذجي ومشارك في جميع النشاطات المدرسية والثقافية والمسابقات التعليمية، وكان يعني خلوق، وتعامله مع زملاء كان من أفضل الطلاب. انتقل بعد ذلك إلى المرحلة المتوسطة، والتحق بمدرسة حطين، حيث حصد سالم المركز الأول على مستوى المدرسة عام 1408،
ليصبح حديث زملائه ومعلميه. أما المرحلة الثانوية فقد كانت بمدرسة القابل الثانوية، حيث كان سالم طالبا مجتهدا تخرج بتقدير ممتاز عام 1411 حاملا طموحا لا يعرف الحدود. وفي عام 1416 للهجرة حقق حلمه بدراسة الهندسة الكهربائية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، حيث عاش تحديات الغربة وصعوبات التخصص، لكنه كان يؤمن أن لكل نجاح ثمن. عندما تخرج بدرجة البكالوريوس كان يرى في عيون والده فخرا يعجز عن وصفه. لاحقا وبينما كان يعمل في مجال الهندسة قرر تطوير نفسه أكثر وأكثر، فالتحق بجامعة الملك عبد العزيز وحصل على شهادة الماجستير التنفيذي مع مرتبة الشرف الأولى في الإدارة عام 1433 للهجرة، ليجمع بين العلم والخبرة. التحقت بالشركة السعودية للكهرباء عام 1417 تقريبا، واستمريت بالعمل في منطقة نجران كمهندس نقل متدرب، وبعد ذلك انتقلت للعمل في منطقة عسير، رأست كهرباء طريب ثم ظهران الجنوب، ثم انتقلت إلى سرة عبيدة، وبعد ذلك عدت إلى منطقة نجران وتعينت رئيسا للتخطيط في إدارة كهرباء نجران، ثم رئيسا لمكتب خدمات المشتركين في نجران، وبعد ذلك انتقلت للعمل في إدارة كهرباء جيزان في مكتب صبية، ثم عدت إلى إدارة كهرباء نجران وتم تكليفي بالإدارة في عام بداية 2020، وتم تعييني رسميا على الإدارة في نهاية 2020، واستمريت من 2020 وحتى نهاية العام الماضي 2024 مديرا لإدارة كهرباء نجران. المهندس سالم الدغفان رجل قيادي جمع بين الإنجاز وكسب ولاء الموظفين، وهذه معادلة يصعب على الكثير من القياديين ضبطها، اللي هي الجمع بين الإنجاز وولاء الموظفين. برز نجم المهندس سالم عندما كان مديرا لمكتب خدمات المشتركين في نجران، حيث حقق المكتب نتائج ممتازة خلال فترة إدارة المهندس سالم له. نظراً لهذا التميز في إدارة مكتب خدمات المشتركين في نجران، فقد تم تكليف المهندس سالم بإدارة مكتب صبية في جيزان، نظراً لوجود الكثير من التحديات هناك، وقد تمكن المهندس سالم من التغلب عليها في مدة وجيزة ولله الحمد. كانت إدارة المهندس سالم لإدارة كهرباء نجران تتسم بالهدوء والرصانة، وقد نجح في تحقيق التوافق بين متطلبات الوزارة والشركة من جهة ومتطلبات الأمارة من جهة أخرى. بخروج المهندس سالم من الشركة فقد فقدت الشركة السعودية للكهرباء قياديا بارزا ورجلا حكيما وإداريا ناجحا. كان المهندس سالم الأخ والداعم والمحفز الذي زرع في قلوب الجميع حب العمل وروح الفريق،
كل كلمات الشكر تقف عاجزة أمام شاعر ترك أثر إيجابي وزرع قيم نبيلة في قلوب الجميع. نودعكم اليوم كلنا يقين بأن ذكريات عملكم ستبقى عالقة في الأذهان، وإنجازاتكم ستبقى نبراسا يضيء لمن بعدكم. ومما لا شك فيه بأن لكل رجل ناجح بيت ناجح يدعمه ويؤازره ويسير معه في كل طرقات النجاح. فكان المهندس سالم نعم الأب ونعم الزوج ونعم الرجل في قبيلته ومجتمعه، يسير بخطى ثابتة نحو الأمام، يريد أن يحقق مبتغاه دائما وأبدا، وأن يقدم لهذا المجتمع أشبالا يحملون سيرته العطر. طبعا هذه رسالة شكر لوالدي المهندس سالم الدغفان مدير إدارة شركة كهرباء نجران. حقيقة يا والدي أن الكلمات تعجز، وأن الحروف لا تكفي، وأن ما في الخواطر قد يعجز اللسان عن التعبير عنه. الأشياء اللي أنت قمت بها فعلا غرزت فينا حب أن نصل لما وصلت إليه، وحب أن نكون لدينا الطموح أن نرتقي لما ارتقيت عليه. فشكرا لك جزيل الشكر على ما قدمته لهذه المنطقة، لسكان المنطقة، للمستفيدين من الخدمة الكهربائية، وأهمها شكرا لك لما قدمته لنا كأبنائك من أخلاق، من قيم، من مبادئ. يجب أن أذكر فضلك المهني علي أنا وأخي محمد، حيث أني بأذكر أحد المواقف الجميلة والتي خلدت في ذاكرتي عندما كنت طفلا، حيث زرت معك قسم التخطيط، والذي زرع فيني حبا للدراسة وحبا لوضع هدف أريد أن أحققه بإذن الواحد الأحد. هذه البذرة أسقيها بجميع ما قدمته لنا، وبإذن الواحد الأحد سوف ترفع شهادتي أنا وأخي محمد في حفل تخرجنا من كلية الطب أطباء بإذن الواحد الأحد. رسالتي الأخيرة لأسرتي أو عائلتي الكبيرة، قبيلتي اللي حضروا اليوم وأشكر حضورهم جدا، ولأسرتي الصغيرة المكونة من زوجتي أم عيالي محمد وعلي وعبد الله، اللي أشكرها وأشكرهم على ما تحملوه وما عانوه من ارتباطاتي ومشاغلي، وكانوا خير داعم وخير معين لي على القيام بمهام الوظيفة وأعبائها، ولله الحمد. وبإذن الله احتفل أنا وأم محمد قريبا بتخرج محمد وعلي من كلية الطب، وفي المستقبل إن شاء الله عبد الله يكون كذلك. وفي الختام رسالة محبة وتقدير لقيادتنا الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو أمير منطقة نجران ونائبه على ما يقدمونه من دعم للمواهب الشابة وتمكين لهم لقيادة كبرى الشركات ومنحهم الفرص التي تصنع المستقبل. وأتشرف بأنني كنت أحد هؤلاء الشباب الذين حصلوا على الفرصة التي صنعت المهندس سالم حمد الدغفان مدير إدارة كهرباء نجران. خطوات ثابتة ومسيرة تسطر بمداد الذهب إلى زميل الأمس وأخو اليوم وكل يوم، إلى المهندس سالم الدغفان، نقول لك تحياتنا ودعواتنا. وها أنت تصل لمحطتك الأخيرة في رحلتك العملية، في طريق قطعته بكل جد واجتهاد، وعند ذكر الوداع تتوه العبارات ويجف حبر الكلام، إلا أن روعة التواصل معك ستكون لها أثر ومعنى. فهنيئا لنا بك وبزمالتك وبكل ما قدمته لشركة الكهرباء السعودية، وبإذن الله تعالى عطاؤك الإنساني ومحبتك الصادقة وتعاونك المثمر لا ينتهي أبدا.
حفلنا المبارك أيها الحضور الكريم كلمة ستكون بمثابة آخر كلمات الوداع والتقدير لهذه المسيرة الطويلة والمثمرة، كلمة ستحمل ذكريات وتجارب المهندس في سنواته الوظيفية والمهنية. الآن جاء الوقت لسماع كلمة صاحب هذه المناسبة، سعادة المهندس سالم بن حمد آل دغفان، مدير إدارة شركة كهرباء نجران سابقا، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة نائب الرئيس لخدمات التوزيع والمشتركين في القطاع الجنوبي، أصحاب السعادة مدراء الإدارات والدوائر بالكهرباء والإدارات الحكومية والعسكرية، المكرمين رؤساء شركاء النجاح، مقاولي الشركة السعودية للكهرباء، الأخوة الزملاء والحضور والضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أشكر لكم جميعا تكريمي هذا المساء بهذا الحضور المبارك وهذا الجمع الكريم الذي يعكس ندى أنفسكم وعميق حرصكم على أواصر الأخوة وعرى الزمالة والتواصل، وفقكم الله. إخواني، أقف اليوم في هذا المنبر بمشاعر مختلطة بين تحفز لمستقبل جديد وغصة من نهاية مرحلة كانت رائعة شكلت جل حياتي. أقف اليوم بين أحبة أمضيت معهم أجمل سنين العمر، جزء منهم كان رئيساً رأيته قدوة يحتذى بها في العطاء والتفاني والإخلاص، وجزء كان نظيراً إما داخل الشركة أو خارجها، منهم تعلمت ومعهم عملت وبهم شددت أزري وأنجزت، والجزء الأخير منهم كان زميل عمل رأسته فأعانني عندما اتكأت عليه، وتجاوزنا سوياً كل تحدي وذللنا كل صعب، وأنجزنا حين لزمنا الإنجاز، وبادرنا حين اقتضى الأمر، فتشاركنا الرحلة وتقاسمنا البذل واحتفلنا بما تحقق. زملاء رائعين كانوا، سواء من منسوبي الشركة بجميع الأنشطة أو من موظفي شركاء النجاح مقاولين الرائعين. أيها الإخوة الحضور، إن الحديث ذو شجون، ولكن أستسمحكم بتقديم بعض باقات المحبة والشكر والامتنان. فأرسل الباقة الأولى للقطاع الجنوبي كاملا بما يضمه من أنشطة وإدارات ودوائر وموظفين، وعلى رأسهم سعادة المهندس عبد الرحمن السلولي، الداعم الكبير والأخ القدير والقدوة والمثل الأعلى في الحرص والدقة والموضوعية والإنجاز والدعم، الذي لم ولن تفيه عبارات الثناء وإن أطنبت. الباقة الثانية أخصصها لزملائي، إخواني وأحبتي، فريق عملي بإدارة كهرباء نجران ومنسوبي قطاعات الشركة فيها، المبدعين الذين قاسموني التغلب على المصاعب وإنجاز الأعمال وقدموا كل دعم لتجاوز كل عقبة. الباقة الثالثة أقدمها لزملائي مدراء الدوائر الحكومية والعسكرية، الذين عملنا معا كفريق عمل واحد في خضم أحداث وظروف صعبة تجاوزناها بتعاون وتكاتف الجميع. فلا أذكر على المستوى الشخصي أننا احتجنا بالكهرباء لأي دعم من أي جهة في أي وقت إلا ووجدنا ما احتجنا وانتظرنا. الباقة الرابعة أقدمها للحاضرين من أبناء قبيلة بالحارث بن كعب ومن خوالي قبيلة آل الشعي وضيوفي الكرام،
وضيوفي الكرام الذين أصروا على مشاركتي وحرصوا على الحضور رغم إعذاري لهم، فلهم مني كل الشكر والتقدير. الباقة الخامسة أرفعها لسمو سيدي أمير منطقة نجران وسمو نائبه على ما لقيته منهم من دعم أثناء فترة عملي، وأتشرف بأنني كنت تلميذا في الجامعة الإدارية الفذة لصاحب السمو أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، والذي استنرنا بصائب توجيهاته واقتبسنا من سديد رأيه وحكيم قراراته، كما نهلنا من عذب فكر سمو سيدي نائب أمير المنطقة الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز، واسترشدنا بتوجيهاتهم جميعا يحفظهم الله. الباقة الأخيرة والكبيرة أقدمها لقيادتنا الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على التوجهات التي جعلت جميع المشاريع هادفة لرفع مستوى المواطن مهنيا وفكريا واقتصاديا وصحيا وبأعلى المقاييس، بعد أن فرغت الدولة من توفير أساسيات الحياة السعيدة والعيش الرغيد لسكان هذا الوطن. أدام الله علينا نعمة الأمن والأمان، نعمة المملكة العربية السعودية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضورنا الكريم، في هذه المناسبة الجميلة يسرنا أن نقدم تكريما مستحقا للمهندس سالم بن حمد آل دغفان تقديرا لما قدمه طوال سنواته الماضية. فليتفضل سعادة المهندس عبد الرحمن السلولي نائب رئيس التوزيع وخدمات المشتركين بالجنوبية لتسليم الهدايا والمشاركة في التكريم كرمز للامتنان والعرفان. هدية مقدمة من سعادة نائب رئيس التوزيع لخدمات المشتركين المهندس عبد الرحمن السلولي. هدية مقدمة من سعادة قائد قوة نجران. هدية مقدمة من سعادة قائد قوة الطوارئ بنجران. هدية مقدمة من سعادة أمين منطقة نجران. هدية مقدمة من مدير عام المياه بمنطقة نجران. هدية مقدمة من مدير فرع وزارة الصحة بمنطقة نجران.
هدية مقدمة من شركة الاتصالات السعودية. هدية مقدمة من إدارة هندسة التوزيع الجنوبية، المهندس سعيد. هدية مقدمة من إدارة شؤون المشتركين بالجنوبية، صالح عسيري. هدية مقدمة من إدارة كهرباء عسير، المهندس عبد الله العمري. هدية مقدمة من إدارة كهرباء جازان، المهندس حسن عتودي. هدية مقدمة من إدارة كهرباء نجران، المهندس راشد الصقور. هدية مقدمة من إدارة المرافق والنقليات بالجنوبية. هدية مقدمة من دائرة التنسيق الإداري بالقطاع الجنوبي، محمد بن سعيد القحطاني.
هدية مقدمة من دائرة النقل بنجران المهندس حامد العمري. هدية مقدمة من دائرة الأمن الصناعي. هدية مقدمة من شركة وبران ناصر وبران. بدعي الحين. هدية مقدمة من المهندس علي بن محمد آل عطيف. هدية المقدمة من مدير فرع عام هيئة التراث. هدية مقدمة من مجموعة الحمرور علي حمرور. هدية مقدمة من شركة عباجة عبد الله عباجة. هدية مقدمة من شركة سالم كرحان. وين شركة جميع؟ ما هي موجودة شركة جميع. من شركة جميع. شركة جميع. هدية مقدمة من شركة زميع.
هدية المقدمة من التنسيق الإداري لمدير كهرباء منطقة نجران. هدية المقدمة من قبيلة بالحارث بن كعب يقدمها عنهم المهندس حمد عيبان. هدية المقدمة من المهندس عبد الوهاب البشري والنقيب محمد بن معيض البشري. هدية المقدمة من منصور آل غفينة. هدية المقدمة من المهندس محمد صالح آل جحيف. هو بيتكلم آل جحيف. بتكلم أنا عن المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادة نائب رئيس التوزيع وخدمات المشتركين بالقطاع الجنوبي، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أكون بينكم اليوم في هذا الحفل الذي يجسد معنى الوفاء والتقدير. لقد تشرفت بالعمل في هذه المنظومة المتميزة، وكانت لي الفرصة العمل جنباً إلى جنب مع الأخ العزيز الغالي أبو حمد، الذي كان مثالاً في التفاني والحكمة والأخلاق الحسنة التي لها الأثر الإيجابي على الآخرين في فريق العمل. لقد ترك أبو حمد بصمة واضحة في مسيرة العمل، ليس فقط بإنجازاته بل أيضاً بأخلاقه العالية وروحه الطيبة التي جعلت منه أكثر من مجرد قائد، بل أخاً وصديقاً للجميع. أبو حمد في أصعب المواقف فإنه يتسم بالهدوء والحكمة ودائما مبتسما، وذلك ينعكس إيجابا على فريق العمل لإيجاد الحلول بشكل أفضل. باسم كل من عرفك يا أبو حمد وعمل معك نقول لك شكرا من القلب، ونتمنى لك التوفيق والسعادة في المرحلة القادمة من حياتك، ستبقى دائما حاضرا في الذاكرة والقلوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدية المقدمة من المهندس محسن حسين آل عباس.
هدية مقدمة من يحيى صالح آل سويدان. هدية مقدمة من شافي شكوان. هدية مقدمة من ناصر آل علاس. ضيوفنا الكرام، نصل إلى ختام برنامجنا. نشكر لكم حضوركم وتفاعلكم، ونشكر المهندس سالم بن حمد آل دغفان على كل ما قدمه من جهود ساهمت في تقدم وازدهار هذا القطاع الحيوي. نتمنى له مستقبلا مشرقا وحياة مليئة بالنجاح والإنجازات.